أحب التنبيه على مسألة في الصلاة، ولأن تأخير بيانها قد يفوت خيرا. بعض الفضلاء تلاحظ عليه التأخر عن متابعة الإمام، بعضهم في عموم الأركان وبعضهم في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، بعضهم يرفع الإمام من الركوع وهو راكع ومستغرق في تعظيم الله، وأحيانا يرفع من السجود الإمام وهذا مستمر في السجود أو في التشهد. أما الركعة الأخيرة فقد سألت غير واحد، قلت لماذا أنت، نحن رفعنا مع الإمام جميعا وأنت بلغنا في التشهد الأخير تشهدنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تزال ساجد. فقال هذا السجود آخر الصلاة والأمور بخواتيمها، يقال العاطفة شيء والاستحسان العقلي شيء، والسنة كما قال عمر في بعض كلماته السنة قاضية، أو ردوا الجهالات إلى السنة. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ورسلم صلى إماما وصلى مرة مسبوقا، ومع هذا كله لا مسبوق ولا إمام ولا مأموم فعل هذا الفعل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فيقال لهذا المأموم قال عليه الصلاة والسلام إذا كبر الإمام فكبروا، لاحظ حرف الفاء فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. الفاء هنا حرف تعقيب مباشر، يعني المأمومون في كل الدنيا ينقسمون إلى 4 أقسام: قسمة عقلية لازمة متلازمة، مسابقون هذا لا يجوز يعني يسابق الإمام، موافقون يوافق الإمام كالظل مع الشاخص هذا لا يجوز، متأخرون هذا لا يجوز، تأخر واضح، متابعون هذا الواجب، كبر الإمام كبر بعده مباشرة، لا تسابق لا توافق لا تخالف.